نزولا عن طلب ديال بزاف ديال المشاهدين الاعزاء باش نجيب لهم شقق اللي تكون بواحد الثمن اللي يكون منخفض، واحد الثمن اللي يكون منافس بزاف، واحد الثمن اللي يكون مقدور عليه. اليوم نجيب لكم الشقق كما طلبتوا مني، نجيب لكم 3 ديال الشقق لقيتهم. هادو الشقق اللي كيتباعوا كما كنقولوا دوزيامون، شقق ب 18 مليون 180 الف درهم، جايين على واجهه اللي هي كبيره وفيهم 2 ديال الغرف والصالون وكيتواجدوا في واحد العماره. اذا ما قبل ما غادي نشرح لكم كلشي ونقول لكم البلاصه وما الى ذلك من معلومات، كنبغي نقول لكم اعزائي المشاهدين ما تنساونيش بضغط على الزر ديال الاعجاب والاشتراك حتى يتسنى لكم الوصول لجميع العروض العقاريه، وكذلك تفعيل الجرس باش كيوصلوكم الاشعارات كامل ديال العروض. الشقه اللي كنتواجد فيها اليوم كتواجد بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس احييكم اينما كنتم داخل وخارج المغرب. الشقه اللي جايب لكم من مدينه مكناس بالضبط من حي ويسلان، وبالضبط التجهيزه ديال الضحى بحي ويسلان. جايب لكم شقه اللي كتواجد في الطابق الاول. الطابق الاول شقه اللي مازال في الحله الرئيسيه ديالها، وكما قلت الشقه اللي عندي اليوم راه عندي 3 ديال النماذج من هذه الشقه بحالها. كاينين 3 ديال الشقق عندنا في 3 ديال عندنا في البريمي ايطاج، 3 ديال الشقق مطروحين للبيع ب 18 مليون. هادو شقق اللي اقتناوهم احد الزبناء وكيعاودوا يبيعوهم، بغاو يبيعوهم لظروف خاصه ديالهم، مازال في الحله الرئيسيه ديالهم مازالين مزيانين كما كتشوفوا معايا. الحيوط ديالهم مازال هما هادو، حتى الفينيسيون ديالهم مقاده على حقها وطريقه نتوما باش تشوفوا معايا. امور حتى ديال الحيوط هادو تم الاقتناء ديالهم على ما اظن هذه تقريبا واحد 6 سنوات او اكثر او ما يزيد، ما استعملوهمش مالهم بقاو خاويين. اذا وقرروا باش انهم يطرحوهم للبيع ولا يحطوهم للبيع. كما كتشاهدوا معايا بالنسبه للصالون ديالنا هو هذا، وبالنسبه للاطلاله راه كيطلعوا على دوبل فوا على شارع اللي هو كبير. بالنسبه كما قلت انا كنتواجد بويسلان وبالضبط بمدينه مكناس. عندي هنا هذا هو الباب وشنو دايرين موراه، راه دايرين له باب ديال الحديد ديالو خاص، هو هذا ديال هادي. وبالنسبه للدروج عندنا هما هادوك. عندي الشقق عندي هي هذيك، عندنا هاد الشقه هذه مطروحه للبيع، عفوا ما كاينش الاناره هنا، كاين عندنا 2 ديال الشقق. عندنا ديك الشقه وعندنا هذه هي اللي تنقدم لكم اليوم، حتى هو الباب ديالها. كملوا الزياره ديالنا كما قلت بثمن ديال 180 الف درهم ب 18 مليون. فيها 2 ديال لي بالكون، 2 ديال البالكونات. عندي البالكون رقم 1 هو هذا، عندنا المطبخ بالبالكون ديالو، فيه هنا البلاصه فين غادي تحط الثلاجه ديالك، هنا فيه الكونطوار ديالو مصاوبينه بالام دي اف، وفيه البالكون ديالو. وتا البالكون دايرين ليه الماني، دايرين ليه الكرياج ديالو، دايرينو في هذه الجهه هذه، شوف فين كتبان هذه الجهه هذه كامله. وبالكون مزيان لان جات هذه الشقه كلها جايه كتشوف على خارج زعما العماره، كتطلع الشارع الكبير. شفنا الصالون، شفنا المطبخ، دابا بقى لنا الحمام والدوش والطواليت. هما هادو عندي الطواليت الدوش، وكاين الدوش اللي من هنايا. شقه على ما كنظن المساحه ديالها اللي كتكون في الاوراق فيها يمكن 54 او 55 متر مربع. غرفه رقم 1 حتى هي عندها اطلال على برا، جاي في بلاصه اللي ترونكيل، بلاصه اللي هادئه. ممكن يستغل شي واحد هذا مثلا شخص اللي بغى يشري هذا العقار، ممكن يستغلو من اجل الكراء ديالو، اجل الاستثمار كما قلت 18 مليون من اجل الاستثمار، ولا كذلك مثلا الانسان اللي كيقدر خارج على مدينه مكناس ممكن باش يجي لهاد الشقه هذه مره من اجل زياره المدينه ولا من اجل السكن الرئيسي. راه شقه اللي هي ممتازه. شو راه حتى من البيبان ديالها، داك البيبان ها نتوما شتي هاد البيبان هادو راه كنشوفوهم في بزاف ديال العقارات من الفئه ديال السكن كذلك المتوسط. هما عندهم لي جوان ديالهم، داك البيبان اللي كيكونوا ديال تركيا امبورطي، ماشي اي باب. مثلا كذلك حتى بالنسبه لهذا الباب هذا حتى هما ما يضمنش الانسان. ها نتوما شوفوا غير من هاد البيزاكرات اللي عندهم راه نفس لا مارك ديال البيبان اللي كنشوفوا في عمارات ديال السكن المتوسط. هادو بيبان اللي كيكونوا امبورطي كنظن من تركيا.
عندنا هنا الغرفه الثانيه. هذه الغرفه الثانيه هذه وكما قلت هذا العقار هذا راه بقى مسدود المده اللي هي طويله، مده تقريبا ديال شي 6 سنين هو مسدود، لان ماليه كيخدموا خارج اراضي الوطن. قرروا باش انهم يبيعوه. عندنا هنا الغرفه الثانيه، غرفه اللي ممكن دير بلاكار ديرو في هذه المنطقه هذه، في هذه البلايصه، في هذا الحد هذا. وكاين فيها بالكون ديالها اللي ها هو طويل، بالكون اللي ممتاز كما قلت بالطابق الاول وبالثمن ديال 180,000 درهم. كنظنش واش غادي يكون هناك نقاش، لان الناس حطوا لنا الثمن من الاخر، انك ما ديرش 20 ودير عاد قبل النقاش، ولا دير 19 قبل النقاش. فضلوا انهم يكونوا قرابين من الناس اللي كيقلبوا على عقار بحال هذا. كنتمنى اعزائي المشاهدين يعجبكم هذا العقار اللي حطيت لكم اليوم. ما تنساونيش بالضغط على الزر ديال الاعجاب. وتا نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تطرحوه للبيع، فانا راه الخدمه ديالكم. مثلا كانت عندكم ارض او فيلا او ارض قابله للبني، او ماشي غير شقق فقط او فيلات، فانا راه الخدمه ديالكم. كنقول لكم كان معكم طارق. اليوم كنت معكم في مدينه مكناس، وبالضبط الحي فين كنتواجد الا وهو حي الضحى بمدينه مكناس ويسلان. شكرا جزيلا والى اللقاء.